رسالة مهمة جدا لأي حد بيشتكي من الغدة الدرقية ومشاكل فيها وبياخد لها علاج. لازم نبقى فاهمين إن الغدة الدرقية علاجها لازم يتاخد قبل الفطار بساعة على الأقل. لو أنا افتكرت في أي وقت وخدته قبل الفطار ب10 دقايق ربع ساعة، أنت ما خدتش علاج. وما تقولش إن أنا باخد دواء الغدة بانتظام، لأن ده مش هيعمل معاك أي نتيجة في التخسيس ولا في الوظائف بتاعة الغدة. لذلك تنبيه مهم جدا لأي حد بيشتكي من الغدة وبياخد ليه علاج، إن ياخد العلاج بتاعه قبل الوجبة بساعة على الأقل. ممكن يبقى ساعتين 3، مفيش مشكلة. رقم 2، ما ييأسش أبدا ويفكر إن أنا عندي غدة يبقى أنا مش هخس. لا، هو ممكن يخس وينزل في الوزن بس بمعدلات أقل من أي حد بيعمل دايت وهو ما عندوش غدة. فلازم يبقى عنده صبر واحتمال وجرأة وياخد القرار ويتغير. رقم 3، يخف الحوادق والمخللات في أكله، عشان مريض الغدة ممكن يحبس سوائل في الأطراف في الدراعات والرجلين ويخلي دايما نزوله قليل في الميزان. عشان كده دايما بنقول غير حياتك للصح. لو انت شخص تابعتني او شفت الفيديو، يا ريت لو عندك اي حد عنده غدة او بيشتكي من الغدة شير الفيديو ده عشان غيرك يستفيد، لان المعلومة دي كل الناس مش عارفاها وبتلخبط في العلاج.